صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 6 من دفاع الهندي الملك أو الملك الهندي. دي 4 كالمعتاد، نايت اف 6 من حضراتنا، سي 4 جي 6 عايز أفنكت البيشوب، يطور الناس عايز يلعب الإي 4، أفنكت البيشوب إي 4 منه فعلا، ودي 6 المعتادة اللي بتدعم إي 5 في بعض التفريعات أو سي 5 لو الإي 5 مش متاحة. طيب الراجل النهارده بيلعب الاتش 3 وما يعرف باسم الماكوجنيف فاريشن. طيب ماكوجنيف فاريشن ده إيه قصته؟ بص يا سيدي، ما كوجنيف فاريشن مبدئيا كده، انا طبعا في كل الاحوال ببيت، وهو باللعبه بتاعت الاتش 3 بيدعم الجي 4 وهجوم على جناح الملك عندي. تقول لي مش احنا متعودين ان بتبقى حضرتك تهاجم، انا يعني كلاعب بقطع السوداء، على جناح الملك وهو المفروض يهاجم على جناح الوزير؟ اقول لك اه، ولكن هو الراجل بقى ايه، رخم يعني، باصص لي في لقمه عيشي. طيب تاني فايده، ان الاستاذ منع النايت بتاعي انه يجي لهذا المربع. يعني هو لو طور البيشوب بتاعه كده، النايت بتاعي مش هينفع يجي يضايق هذا البيشوب بسبب البداية بتاع الاتش 3 مراقب مربع الجي 4 يعني. طيب رقم 2، فاكر انت في التفريع بتاع السامش لما كان بيلعب الاف 3، خدناه في الدرس اللي فات، كانت مشكلته ايه؟ النايت اللي كنت انا طبعا ببيت فيه، النايت مش عارف يروح للمربع الطبيعي بتاعه بتاع الاف 3، فكان بيتطور بهذا الشكل. طبعا مش هينفع بهذا الشكل الا هتاكله وهتعمل له هذا الاضعاف، كان ممكن يتطور طبعا. خلاصة الموضوع، وبعد ما تلعب سيادتك اي حاجه تلعب مثلا بهذا الشكل، كان بيضطر يعمل هذه المناوره عشان يفتح للبيشوب بتاعه يطور. طبعا كانت ده من المشاكل بتاعه السامش. هو صحيح الدروس بدأ قويه، ولكن دي كانت مشكله فيه. طيب يبقى الراجل تغلب على المشكلتين دولت لما لعب الاتش 3، راقب مربع الجي 4، دعم الجي 4 كمان، عارف يطور البيشوب بتاعه براحته من غير ما يضايقه. كل دي امتيازات في هذا التفريع. طيب انا بقى قلنا في كل الاحوال، النهارده بقى في الحلقه بتاعتنا عايزين نشوف الثلاث العاب الرئيسيه اللي ممكن تنتج بعد هذا التفريع. اول حاجه البيشوب اي 3، لعبه ليها جمالها، النايت بتاعي مش هينفع يضايق البيشوب بتاعه. طيب عنده كمان البيشوب يضغط على النايت، ودي طبعا احنا فاهمينها، كنا خدناها في درس قبل كده، حاجه شبيهه ليها يعني. وعنده تطوير النايت بتاعه. وتعالى نشوفهم التلاتة ونشوف ايه اهم افكارهم. اللعبه الرئيسيه الاول، البيشوب لما يروح للاي 3، بسيطه، هلعب الاي 5 كالمعتاد، وهو كالمعتاد هيزيح وهياخد مساحه. طبعا لو اكل بقى هتدخل في تكسيراتك اللي انت عارفها وماتش ممل. ما بي يعني ده نادرة جدا ان حد ياكل. دي 5 من حضرته بياخد مساحة، بيحرم النايت بتاعي من المربع بتاعه الرئيسي، لا بأس. هطور النايت بتاعي للاي 6. جي 4 على طول الراجل سخن، وبياخد وبيبدأ هجومه على جناح الملك عندي. اطور النايت بتاعي، ضغط على البيدق بتاع الاي بجوز الحصانة بتوعي، لا ضغط ولا حاجة حميته المشكلة يعني. اي 5 من حضرتي، وببدأ اخد مساحتي وهجومي في جناح الوزير. طور وزيره ورا البيشوب، وهذه نقلة طبعا اللي بيلعب قطع قطع بيلعبها كتير، تؤهله انه يكسر البيشوب بتاعي. يعني انا لو لعبت اي حاجة مثلا عنده تكسير هذا البيشوب. طيب انا هلعب ايه؟ كالمعتاد السنتر بتاعك العملاق ده مش هسيب لك تستمتع بيه. يطور النايت بتاعه وانا اكل، والاستاذ يستعيد، وبيدا الدي دوت اضعاف عندي، خلي بالك منه. اطور البيشوب بتاعي، والاستاذ ينقل النايت بتاعه بيبحث له عن مكان افضل. خلي بالك حاطط النايت بتاعه ورا البيادق عشان لا يعوق عاصفة البيادق اللي عايز يشنها عليا. مكمل في هجومي على حضرته، والاستاذ مكمل في هجوم. اطور وزيري، عايز ادعم ان العب البي 5، مكمل في هجومه. اشيل الرخ الاول ياكل، استعيد بالبدء بتاعي، ما عنديش ادنى مشكله. تقول لي ده الرخ اتفتح لها وهجيب وزيره وهتبقى قصه. يزيح على النايت بتاعي، اسحب بمنتهى الهدوء، والاستاذ يجيب وزيره وبيقول لي اوعى الكش. كش مات؟ لا مش مات، بس هي كش، ولا يهمني. اي 3 من حضرتي، يقول لي بهدد الاتنين، اكل انا
والأستاذ يديني كش. شلنا الملك عادي جدا. البيشوب في وش الوزير، نشيل الوزير من وش البيشوب. الرخ ضغط على البيدق، الرخ بتحمي البيدق، البيشوب بتاعه يطوره بهذا الشكل. أبدأ أنا ألعب البي 5، ينزل بالرخ، في ضغط على البيدق هياخده ولا إيه؟ أضغط أنا على النايت، والأستاذ إن الأدق له إن هو ياكل الحقيقة. لو فكر يشيل النايت بهذا الشكل مش هتبقى الأدق، حضرتك هتاكل وهو بياكل، وبتدي هذه الكش يغطي. بيبقى في خطورة بقى على الأستاذ، يعني بيدقين عندي خطرين شوية. أشيل، يحاول يوقف البيادق ديت، هتبقى الأمور مش صح. كان الأفضل إن هو يعمل هذه التضحية، ولكن لو أكل بهذا الشكل بستعيد أنا ياكل. لو أكل الرخ باكل أنا بكش. طبعا الوضع دلوقتي بقى عبث، يعني هو مش هيعمل كل هذه الأخطاء، يعني في بيادق بتترقى وفي قصة ما علينا نهايته. طبعا حرن أوي من غير لازمة، وهو يعمل أخطاء كتيرة، وفي الحقيقة مش هيعمل هو كل هذا الكم من الأخطاء. وكان هذا التفريع الرئيسي، ومشينا فيه وسرحنا فيه شوية حلوين، كان يستحقه. تعال نرجع من البداية وناخد تاني فكرة تاليها، وهي فكرة لها وجهتها. وتعالى نعيد نقلاتنا بسرعة. كل الحدوتة اللي عملناها ديت لما أنا ببيت وهو البيشوب بتاعه الإي 3 اللعبة الرئيسية. طب تعالى البيشوب للجي 5. ينفع يا عم ألعب الإي 5؟ أزعل بمنتهى الأمانة، أزعل. أنت راجل كبير النهاردة وبقيت حافظ بقى. هيكسر كذا، ينزل بالنايت، والأصح حاجة ليك سيادتك تاكل وتخسر هذا الفرق. انت بقيت راجل قديم دلوقتي بقى، مش هتقول لي انا مش هتلعب الاي 5، هتلعب الله يبارك لك، صح؟ انت كده راجل مجتهد. سي 5. طيب كالعادة بيزيح، وكالعادة انا بلعب الاي 6. الموضوع بقى محفوظ بقى، ما عادش فيها صعوبة خالص. طور البيشوب بتاعه، انا اكل، يستعيد. عندنا بيدق جديدة ممكن يبقى ضعاف، خلي بالك منه. طيب اجيب رخ في عمود نص مفتوح، استاذ يطور النايت بتاعه، ازيح على البيشوب، يشيل البيشوب. ما ياكلوش، مش بيدق مجاني. طيب بص، اصبر لي عليها شويه، هوريها لك من الاول ديت. ما بيتاكلش هذا البيض. عارف الاجابه؟ اشكرك. مش عارف الاجابه؟ هوريها لك كمان لحظات. بتشيل البيشوب بتاعه، حضرتك بتدعم هذا البيضك بهذا الشكل، وبتاخد مساحتك في جناح الوزير، تطور النايت، الاستاذ يبايت، تنزل بالنايت بتاع سيادتك، في ضغط مزدوج على البيدق. بسيطه، الرخ تحمي البيدق. كان ضغط ثلاثي على البيدق كمان، بس هو برضه حامي البيدق بالبيشوب وبالجزء والنايت وبالرخ، اضافها بس للحمايه. طيب نطور وزيرنا، يجيب البيشوب في وش الوزير، انزل بالنايت، اوفر مزيد من الدعم للحصان. عايز يكسر بيشوبس لا بأس، ولا يهمنا، نكمل في هجومنا. لو اكل بنستعيد بالملك، لو ادكش نقفل. والامور بسيطه وسهله وما فيهاش ادنى مشكله ولا ادنى تعقيدات. وممكن على فكره كنت تغطي في النقله اللي فاتت ديت، لما كان هو بيجي بهذا البيشوب كنت ممكن تقفل بالشكل ده، كان ممكن ياكل، سيادتك تاكل، يعني تفريع موجود برضو، تاكل بهذا الشكل، ياكل ويستمر التفريع. طيب ما علينا من القصتين دولت. ديت كانت تاني نقلة، وفي تفريع صغير في تاني نقلة بيدخلنا النقلة التالتة بقى. تعال ناخد النقلة التالتة على طول، وتعالى نرجع من البداية. الأول بس كنت هضحك عليك ومش هوريك البيشوب ليه ما بياكلش البيضة. تعال نقل نقلاتنا بسرعة لحد ما نصل إن إحنا بنزيح على البيشوب بهذا الشكل. قلنا النقلة الصح إنه يرجع للبيشوب. طب ليه ما ياكلش البيضة؟ تعالوا نشوف لو أكل البيضة إيه اللي هيحصل. هياكل بهذا الشكل، هيستعيد بهذا الشكل، بهذا الشكل وكش بسيطة، يغطي بالبيشوب، تديله هذه الكش يغطي، تكسر، وبعدين ترجع بهذا الشكل، تهدد البيشوب، البيشوب يرجع يحمي، بعد كده تاخد بيدق. هنا يوجد لحضرتك أفضلية، بدائين معاك، بقى معاك أفضلية. مش عشان في بدائين معاك، هو الانجن يعني ما بينصفكش برضه، بيقول لك إن أنت وضعك صفري. بيقول لك وضعك صفري، ولكن
معاك بدائين يعني هتصعب اللعب عليه شوية. ممكن عندك انت طبعا البدأ بتاع دي ده ضعيف ومعزول، يمكن يسهل الضغط عليه، ولكن لا بأس، ولهذا لا يؤخذ هذا البدء. تمام. ممكن بقى نشوف النقلة التالتة على مهلنا، وتقول لي ايه هي التالتة. اقول لك تعال نعيد نقلاتنا بسرعة. خدنا هذا البيشوب اخر حاجة. تالت نقلة تطوير النايت. النايت مربعه موجود، مش زي السامش اللي كان فيه البيدق بياخد مكان النايت الطبيعي. الراجل بيطور النايت بتاعه، ما عنديش ادنى مشكلة E5. الراجل يقول لي ما عنديش ادنى مشكلة بزيح. بقيت انت حافظ بقى. اشيل النايت بتاعي، عايز العب الاف 5. الاستاذ يلعب الجي 4 يقول لي ما تجيبش النايت بهذا الشكل لو سمحت يعني. مش هجيبه يا عم، انا عايز العب الاف 5. اكل بالبيدق النايت وضغط على البيدق، لا بأس. اشيل النايت بتاعي، البيدق محمي لسه بالبيشوب، البيدق كده مضغوط عليه. نقفل في وش البيشوب ونمشيه. شال البيشوب، ايه اهلا وسهلا. اشيل النايت. الاستاذ كمان يشيل النايت بتاعه عشان عايز يعمل هجومه عايز يزيح البيادة بقى. النايت كده معطله بياده. النايت بتاعي اطوره، وبعدين هو يبيت. النايت بتاعي بيبحث عن مربع اخر. لو هدد اكل، ما عنديش مشكله. وزيره اطور النايت بتاعي، يرجع بالوزير بتاعه. اطور وزيري يجيب الرخ. طبعا عايز اطور البيشوب وخايف على البيدق، بس كده الوزير حامي، لكن الراجل بيأمن نفسه برضه. البيشوب بيضغط على النايت. اطور البيشوب بتاعي يجيب الرخ بهذا الشكل. اشيل النايت، البيشوب بيضرب ولا حاجة عنده. يستمر التفريح. مثلا تاخد انت مساحة في جناح الوزير. ودول كانوا اهم 3 نقلات في هذا الموقف. تفريع بسيط وسهل. اتمنى تكون استمتعت واستفدت بالحلقه بتاعت النهارده. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله اللي يعني شرفت على الانتهاء. اتمنى ده يكون خبر مش سعيد بالنسبه لك، او سعيد يعني مش عارف. انا بحب هندي الملك. اتمنى يكون ده شعور متبادل منك. اشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.